ماما كانت عاملة قمر الدين على الفطار، ولسبب ما محدش مننا رضي يشربه. وطبعا الست المصرية لما تحس إن مجهودها ضاع بتتحول فورا لمؤسسة النادي العالمي للنكد، وقعدت تزعق وتقول إننا بنتبطر عن نعمة ومش مقدرين وقفتها في المطبخ. عيب تشوف اسم سيدنا محمد قدامك وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. وأمي وراحت لبابا وهي متعصبة وقالت له اشرب انت كمان ولا هتتبطر زي عيالك. بابا بصلها بمنتهى الهدوء والثبات الانفعالي وقال لها أنا مش هقدر أشرب قمر الدين ده أبدا. فزادت عصبيتها وسألته ليه إن شاء الله. رد عليها بابتسامة ساحرة وقال لها أصل مش معترف بأي قمر في الدنيا دي غيرك أنت يا حبيبتي. فجأة ملامحها اتغيرت تماما وابتسمت بكسوف وسابتنا ودخلت المطبخ وهي راضية ومبسوطة. أول ما اختفت من قدامنا بابا بصلي وغمز لي بعينه وقال لي بمنتهى الصراحة بيني وبينك أصلا ما بحبوش، بس كان لازم أتصرف عشان الليلة تعدي بسلام. وتعلمت منه في اللحظة دي إن الكلمة الحلوة مش بس صدقة، دي كمان حبل نجاة من نكد عظيم كان هيحصل في نص الصالة.